أهلا بيكم متابعينا. احنا بتوع الملخصات. طبعا كلنا أول ما بنشوف الست دي بنعرف إننا هنشوف حاجة عظمة. مش هطول عليكم، بس قبل ما نبدأ نورونا وانضموا لعيلتنا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا بالجدة بون وهي بتقسم بيتها بالألوان، وبيكون اللون الأحمر هو المكان الممنوع، واللون الأزرق هو المكان المشترك، أما الأصفر فهو المكان الخاص بشريك السكن بتاعها واللي هو هان، طالب في كلية ومأجر منها أوضة، وبتقوله امسك إيدك في الكهرباء والمية ده العداد بيعد وكل واحد فينا هياكل مع حاله، وبتقوله أهم حاجة مفيش استخدام حمام. فتحس هان كده بيقول لها نعم، وبيدخل أوضته وبيطلع ورقة المسابقة اللي اشترك فيها وهي مسابقة شركاء السكن، ولكن بيكون متنرفز وبيرميها في الزبالة. وتاني يوم بيقعد هان مع صاحبه وبيقول له كل اللي الجدة عملته فيه، فبيقول له طب وتتحمل كل ده ليه؟ ما بيت الطلبة موجود. فهان بيقول له ان الاشتراك بتاعه غالي قوي وان الطلبة هناك فوق بعضهم، ولو جت على الحمام مقدور عليها. وبنعرف ان هان بيشتغل في شركة نظافة ورايحين ينظفوا أوضة واحد مات فيها من شهور ومحدش كان يعرف. فلكم ان تتخيلوا بقى معاناة هان في التنظيف. ولما بيخلصوا شغل صاحبه بيقول له اوعى الواد سونج ده يقلبك في فلوس تاني. والصبح الجدة بتصحي هان من 7 الصبح وبتقول يلا عشان تنظف الزريبة اللي انت عايش فيها دي، وبتخليه ينظف ورا تنظيفة العيد، وبتروق عليه بعدها وبتروح عامله له فطار، وبتقول له قول لي يا واد يا هان، البرجر والهوت دوج والاكل السريع اللي بتجيبه من بره ده بيكلفك كام؟ فبيقول لها $4 والله يا جدة. فبتستنصح عليه وبتقول له طب ما تخليهم 5 واعمل لك انا فراخ ومحاشي واظبطك. وهان الغلبان بيوافق، وبتطلع الجدة اصلا بتجيب له الاكل من الوجبات المجانية اللي بيدوها للمسنين، وهي اساسا ما بتدفعش فيها حاجة. مش سهلة برضو تيتا دي. وبيكون هان في الكلية وبتكلمه واحدة من العملاء بتوع شركته وبتطلب منه ان هو يخلي الكلب بتاعها معاه يومين لانها مسافرة وانها هتديله مبلغ كويس قوي، وهو بيوافق. لكن بعد ما بياخده بيحس ان هو اتورط لان مش بيبقى عارف هيروح بيه للجدة ازاي، وفي الاخر بييأس وبيروح بيه وهو مخبيه في هدومه. ولما الجدة بتشوفه بترزع الباب في وشه وبتقوله ده انا متحملاك بالعافية، كلب ايه اللي هيعيش معايا؟ مش كفاية علينا كلب واحد؟ قصدها هان يعني. وفي الاخر بتقوله يقعد معايا بس بشرط هاخد 80% من اللي صاحبته اديتهولك. وتاني يوم بيروح هان الكلية والجدة بتدخل اوضتها وتقفل عليها الباب، والكلب بيفضل يهوهو عشان جعان وهي بتطنشه، بس في الاخر بيصعب عليها وبتحط له اكل وميه. وهان بيكون في طريقه للبيت وبيلاقي زميله، وكمان بيبقى معاه الجده اللي معاه من مسابقه شريك السكن، وبيقول ادي الجدات ولا بلاش، وبتقول له انهم رايحين السينما. وهان بيقعد يتحسر على حاله، وبنلاقي ان الجده خلاص بتكون اتأقلمت على الكلب وحبته واخدت عليه. ولما بيجي الوقت عشان يرجع لصاحبته الجده بتكون زعلانه قوي عشان كان مسليها، والنبي الجده دي طيبه بس الناس فاهمينها غلط. وبعدها بتروح الجده في كافيه مع صاحبتها الروشه وبتقول لها يا بون يا اختي عاملي الواد هان حلو كده زي حفيدك، اهو برضو واخد بحسك ومسليكي بدل ما انت كنتي قاعده لوحدك. وفعلا بون بتتاثر بكلامها وهان بيصعب عليها. وتاني يوم هان بيسهر مع صحابه وبيتأخر بره، والجدة بتفضل مستنياه ومن غير ما تحس بتلاقي نفسها قلقانة عليه، وبتفضل قاعدة قصاد الباب لحد ما بتنام على نفسها. وهان بيكون راجع وبيقابل سونج وبيقول له بقول لك ايه، انا منفض ومعيش فلوس. فبيقول له انت قافش ليه وفلوس ايه اللي بتتكلم عليها؟ يا عم انت وحشني وعايزه ابات معاك يوم. فبيقول له مش هينفع. وبعد الحاح من سونج هان بياخدوا البيت الجده وبيدخلوا يسحبوا، وبعدها سونج بيدخل الحمام والجده بتشوفه وبتتخض وبيقول لها ان هو صاحب هان، وهان بيجي وبيمشيه بس سونج بيقول له اديني اي حاجه عشان ابات في فندق، وهان الغلبان بيديله. ولما بيدخل للجده بتقول له هي وكاله من غير بواب ازاي تجيب صاحبك البيت؟ لا وكمان دخل حمامي. وبتقول له ده مش بيت اهلك اللي غالبا نسيوا يربوك. فبيقول لها لا عندك كله الا الاهل. فبتقول له عموما معاك يومين تدبر مكان تاني وتمشي من بيتي. فبيقول لها يعني انا هقعد في الجنه. وبعدها بنعرف ان الجده بوم بتشتغل في لم الكراتين والبلاستيك، وبتكون في مره ماشيه ومعاها كراتين كتير وبيقعوا قدام العربيه والسواق بينزل وبيشتمها وبيهزقها وكمان بيزقها. وهان بيكون شايف الموقف ده بس ما يعرفش ان هي الجده بون، وبيروح عشان يدافع عنها وبيضرب الراجل وبيصطدم لما بيلاقيها الجده وبيعرف ان هي بتشتغل الشغلانه دي. ولما بيروح على الاسم الضابط بيقول له فين اهلك؟ فبيقول له والدي ووالدتي متوفين. فبيقول للجده هو عايش معاكي يا حاجه؟ فبتقول له اه. فبيضرب هان وبيقول له يا اللي ما تمرش فيك التربيه، سايب جدتك تشتغل وتتعب في السن ده وكمان مكسوف تقول انك عايش معاها. وبيبص للسواق وبيقول له وانت يا نطع بتشطر على ست كبيره، ده انت هتتروق النهارده. وبعدها بتروح بوم مع هان وبتعمل له وليمه وبيقعدوا ياكلوا سوا وبيتأسفوا في بعض على اللي عمله كل واحد في التاني.
وبعدها بيبلغوا هان ان سونج نصاب وهربان من ناس كتير عايزين منه فلوس، وبيروح هان على شغله بعد كده. والمرة دي بتكون الشقة بتاعت شاب صغير ميت، وبيتكلم مع صاحبه بعدها وبيقوله ان هو خايف يموت وهو صغير ولوحده كده زي الشاب ده، بس صاحبه بيحاول يهون عليه. وبالليل هان بيروح يجيب هدية للجدة بتبقى علبة فيتامينات، وهي بتفرح قوي لما بتشوفها. وبيخرجوا الصبح يتمشوا سوا، وبتكون كمان بتقابل صاحبتها ومعاها شريكها في السكن، وبتقول لها ما تيجي نطلع كلنا رحلة للحديقة ونقضي يوم هناك. فهان بتعجبه الفكرة وبيقنع الجدة، والجدة بتوافق، وبيحضروا سوا الأكل بتاع الرحلة، وبيبقى باين عليهم الانسجام وإنهم عايشين سعداء قوي مع بعض. وبعدها بيروحوا الرحلة واليوم بيكون تحفة، وبيقعدوا يتصوروا سوا واليوم بيبقى جميل قوي. ولما بيروحوا الجدة بتقعد معاه بتكلموا عن خبراتها في الحياة، وبتقوله انت لازم تبطل الطيبة الزيادة دي لأن الزمن بقى زي الزفت. وفعلا هان بيبدأ ان هو يطبق نصايحها في الحياة، وبتفرق في حياته وبتغيرها 180 درجة. وتاني يوم الجدة بتطبخ لصاحبتها وبتودلها الأكل، وبيقعدوا يتغدوا سوا. ولما بترجع البيت بتلاقي هان طالع من أوضتها، فبتقوله هو انت كنت بتعمل ايه؟ فبيقول لها نضفتلك الأوضة وظبطتها يا ستي، أي خدمة. فبتدخل تجري عشان تطمن على الفلوس، ومش بتلاقي العلبة اللي حاطة الفلوس فيها، وبتخرج تسأل عليها وبتفتش في أوضته. والمصيبة انها بتلاقي العلبة وبتكون فاضية، وبتقوله ايه اللي عملته ده؟ فبيقول لها انا مش فاهم اي حاجة. فبتقوله انت سرقت فلوسي يا حرامي، اطلع بره بيتي. وهان بيبقى قاعد في الشارع وبيرجع بالذاكرة لورا، وبيفتكر لما فتح باسورد الباب قدام سونج صاحبه، فبيروح له على طول وبيضربه، وبيقول له بقى انا بيتك في بيت الست تروح تسرقها، وبيقول له لازم يرجع الفلوس. فسونج بيقول له ان هو ما يقدرش يعمل كده لانه دفعهم للديانة والا كانوا هيقتلوه. وبيكلم هان صاحبه وبيجيب له الفلوس وبيرجعوها للجدة، وبيتأسفوا لها كتير قوي. وهان بعدها نفسيته بتكون متدمرة، وبيقعد يشرب كتير جدا، وبيقول ان هو حزين قوي، وده لانه ما عندهوش اهل، وان هو بيضحك على الكل، وهو في الحقيقة متربي في ملجأ بعد ما ابوه رماه قدامه. وفي الوقت ده بيجيله مكالمة من شركته ان هو هيروح ينظف بيت واحدة من الجدات لان هي ماتت. فطبعا بيتخض جدا لحسن تكون الجدة بون، وبيجري بسرعة، لكن بيطمن لما بيشوفها وبيعرف ان صاحبتها هي اللي ماتت، وبيكونوا زعلانين قوي، وبالتحديد بون بتكون مقهورة. والجدة بعد الجنازة بتروح لبيت صاحبتها، وبتلاقي ابنها ومراته قلبين البيت وعمالين بيدوروا على الفلوس بتاعت امه، وبيرمي كل حاجتها في الزبالة. فبون بتقوله طب بلاش ترمي البلواز ده، دي كانت بتحبه قوي. فبيرميه على الارض وبيكسره، وبيطلع محطوط جواه شيك بكل ثروتها، وبتقوله لو جاي عشان ده خده وامشي. وفعلا بياخده منها من غير ما يهتم لكلامها خالص. وبعدها بيروح هان لبيت بون عشان يلم حاجته ويمشي. والجدة بتسكت كده وبتقوله عارف يا هان، أنا اشتغلت ممرضة في ألمانيا بعد التخرج، وحبيت واحد بس طلع متجوز ومخلف وضحك عليا، فكرهته وقررت ان انا اعيش لامي. لكن ابويا كان بيذلها وبيخونها، وكمان اتجوز عليها واخد فلوسنا كلها. ومن ساعتها يا ابني وانا كرهت الناس والبشر كلهم، وتعقدت منهم، وقررت ان انا مقربش ولا احب ولا اتعلق باي حد، واتعلمت دايما ان انا اشيل قرش للزمن. لكن لما شفتك نسيت كل ده، وحسيت ان انت حفيدي بجد، وبدأت ان انا اقلق عليك واسهر استناك. فهان بيقول لها ان هو كمان اتعلق بيها قوي، وان هو ملهوش حد من ايام الملجأ، وان بعد قسوة ابوه عليه وان رماه في الملجأ قبل حتى عمره ما يكون سنة، وهو ما شافش في الدنيا غير قسوة، وانه ما حسش بالحنية غير وهو معاها. فبوم بتقترح عليه اقتراح جميل قوي، وبتقوله ان هما يعيشوا سوا بس المرة دي كأسرة وكحفيد وجدته. وهان طبعا بيوافق وبيقول لها بس هتسيبيني ادخل الحمام براحتي. فبتحضنه بون وبتقوله ان انا موافقة. وبعدها بنلاقي ان بون وهان هما اللي كسبوا في مسابقة شركاء السكن، وانهم انجح عيلة في الحي بتاعهم، وحياتهم بتكون في منتهى السعادة والحب. وبون بتلم كل فلوسها وبتروح على البنك، وبتفتح حساب بكل ثروتها باسم هان. وحقيقي مفيش قد حنية الجدة في الدنيا. وبالمناسبة الجدة العسولة دي لها فيلم تاني من أجمل أفلامها ومؤثر قوي، وكمان في أطفال، يعني مش حرمكم من حاجة، وكل طلباتكم هتلاقوها في الفيلم ده. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ولو عجبكم الملخص ده أتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك لأنه بيشجعني جدا جدا، وكملوا جميلكم بقى واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان نكون عيلة كبيرة قوي. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام يا حبايبي.